في كوتة قديمة بس عظيمة، كتبها الشاعر السوري نزار قباني، والناس بعد كده اعتبروها حكمة مهمة وبقوا بياخدوا بيها في كل حياتهم. والكوتة دي كانت بتقول: لا تخف من الارتباط بامرأة قوية، ربما سيأتي يوم وتكون هي جيشك الوحيد. ودي حكاية أشهر ست انتقمت لجوزها في التاريخ كله. دي مش بس انتقمت له، دي زي ما بيقولوا كده قلبتها مجزرة وجابت عليها وطيها وخلت اللي ما يشتري يتفرج. الحكاية كلها بدأت باغتيال الأمير إيجور أمير كيف عام 945 ميلاديا على إيد قبيلة بتعيش بشرق أوروبا. القبيلة دي اسمها قبيلة الدرفليان، والقبيلة دي كانت مشهورة جدا بقوة رجالها وقسوتهم الشديدة حتى في القتل. دول ما كانوش بيقتلوا بشكل عادي، دول كانوا بيقتلوا وهم بيستمتعوا، وكانوا بيبتكروا وسائل قتل مش عشان يقتلوا بس ضحاياهم، دول عشان يستمتعوا بموتهم وبشكلهم وهم بيتوسلوا ليهم قبل ما يموتوا. متهيألي الموضوع بشع جدا، ووقتها قاموا بقتل الأمير إيجور بطريقة بشعة من طرقهم. وكانت الطريقة دي بشعة جدا لأنهم تنوا شجرتين لحد الآخر، وبعدين ربطوا كل إيد ورجل في طرف شجرة، وبعد كده سابوا الشجرتين. وطبعا ده أدى إلى قسمه لنصين، وجثته وأحشائه طاروا ومالوا المكان، ودمه روى الأرض كلها. وطبعا الحادثة دي سمعت في كل القبائل وعملت لهم صيت كبير جدا، وخلت الكل بيعمل لهم ألف حساب. وطبعا مرات الأمير أولجا أعلنت الحداد على جوزها وفضلت ساكتة نهائيا، ومحدش كان فاهم سكوتها ده خوف ولا ضعف ولا صدمة، لأنها كانت بتحبه جدا. الكل كان مستغرب، بس في النهاية هي اللي تولت حكم القبيلة بعد وفاة جوزها، ومنعت أي حد يتكلم في الموضوع ده نهائيا. بس طبعا قبيلة الدرفليان ما سكتتش، لأنهم قتلوا الأمير أصلا عشان ياخدوا قبيلته، فراحوا بعتوا أفضل رجالة عندهم عشان طبعا يعملوا نمرة على القبيلة وعلى الأميرة أولجا، ويقولوا لها: شفت اللي حصل في الأمير جوزك؟ ده حاجة بسيطة جدا من اللي نقدر نعملها فيكي وفي قبيلتك لو ما سلمتيش الحكم. بس عرضوا عليها عرض تاني، والعرض ده كان عرض جواز من أميرهم، وكده هتفضل أميرة على العرش وتحت حكم أميرهم. وطبعا هي كانت فاهمة كويس إن أميرهم كان عايز كيف كلها وعايز يسيطر على عرشها، بس بطريقة تانية، مش هيمن في جمالها يعني. وده إن دل يدل على إنها كانت ذكية جدا. بس بعد ما خلصوا كلامهم أمرت أولجا بدفن الرجالة أحياء وبأشد قسوة، وبعد كده قامت بعت رسول من عندها للأمير زعيم قبيلة الدرفليان عشان تبلغه إنها وافقت على الجواز منه. دي مش بس وافقت، دي طايرة من الفرحة ومبسوطة بالقرار ده جدا، وقالت له إنه قرار حكيم، وقالت له كمان إنها بتستأذنه إنها خلت رجالته عندها مهيدا لخبر جوازهم اللي جاي، وعشان كمان ياخدوا على الجو هناك، وعشان الشعب كمان عندها يبدأ ياخد على إن رجالتهم موجودة وسطهم وعلى الوضع الجديد. وطلبت منه يبعت لها رجالة تانيين بس أقوى رجالة عنده عشان يأمنوا المدينة ويساعدوها في تجهيزات الفرح بتاعهم، لأنها لازم تعمل حاجة عشان تليق بيه وباسمه الكبير. وفعلا بعت لها أفضل رجالة عنده، ووصل عندها كيف رجالة كتيرة جدا، واستقبلتهم استقبال خاص ورحبت بيهم جدا، وضيفتهم وأكلتهم أحسن أكل لحد ما سكروا وناموا. وبعد كده حبستهم جوه قلعتها وربطتهم وولعت فيهم النار وهم صاحيين، وخلت مدينة كيف اليوم ده
تنام بندفية على جثثهم، وكأنه مشهد في مشاهد السينما المرعبة. وفي الوقت ده خططت أولجا لعزا كبير جدا لجوزها، ودعت فيه كل الدرفليان وجنودهم واللي جم عشان يجاملوا أميرتهم المستقبلية. دول ما جوش بس عشان يجاملوها، دول طبعا جم بأوامر من أميرهم، وانقض جنودها على جنود الدرفليان اللي ما كانوش مديين أي إخوانة، وذبحوا وقتها 5000 جندي من جنود الدرفليان في العزا. وبكده أولجا تقريبا قضت على 80% من رجالة الدرفليان كلهم. وبعد كده استعدت هي وجيوشها لغزو الدرفليان في عقر دارهم عشان تقدر تسيطر عليهم. فقامت بالفعل بحصارهم وقتلت أميرهم وأخدت بطار جوزها. وأثناء الحصار ده اتوسل ليها أهل الدرفليان إنها تسيبهم عايشين مقابل إن هم هينتجوا لها العسل طول العمر. وقعدت تفكر شوية، وبعد كده قالت لهم أنا موافقة، بس بشرط عشان أعفو عنكم لازم كل واحد فيكم أو كل بيت يجيب لي 3 حمامات. وده كان طلب غريب جدا ومش مفهوم، وطبعا ما كانوش مصدقين الشرط الأهبل ده، بس محدش فيهم اعترض نهائيا. هما كانوا مندهشين، بس اندهاشهم ده ما طولش كتير، لأنها بعد ما خدت الحمام خلت جنودها يربطوا في كل حمامة قطعة من القماش المشتعلة واللي مغطياها بالكبريت، واللي ربطوها بخيط طويل في رجل الحمام. وطبعا سابت الحمام عشان يرجع لعشوشهم في بيوت المزارعين بالمدينة عشان تحرقهم. وطبعا وقت ما كان أهل المدينة بيهربوا من بيوتهم اللي بتتحرق، أمرت أولجا جنودها بالقبض عليهم وقتلت حبة كتير منهم، واللي اتفضل منهم خدته عبيد عشان يفضلوا خدام عندها. وبكده أولجا تبقى قضت على قبيلة كاملة انتقاما لجوزها. دي مش بس قتلتهم، دي محت القبيلة من على الخريطة. عشان كده قلنا في الأول الكوتة الخاصة بنزار الأباني. يا ترى بقى كم واحد فينا عنده أولجا في حياته؟ ويا ترى أي نوع من الحب اللي كانت بتحبه الأميرة أولجا لجوزها ده؟ يا ريت اللي عنده أي حكايات تخص الحب اللي بالشكل ده يكتب لنا في الكومنتات. أما بقى اللي عنده أي سؤال أو اقتراح أو استفسار برضه يسيبه هناك، وأكيد هنشوفه وهرد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق هنا أو هنا تقريبا لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على أي منصة تانية هتلاقوا اللينك في أول كومنت تحت الفيديو. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم. وما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير. هنتقابل تاني، استنوني. رامز عادل، المغبى أنجي.